مجلس إدارة النادي الأهلي والنادي الإسماعيلي والكابتن حسن شحاتة المدير الفني لمنتخبنا القومي والكابتن سمير زاهر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم. طبعا لقطات جميلة، نتمنى كل الشعوب العربية تشاهدنا وتعرف أننا شعب راقي وأن احنا بنحترم الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة. ولكن أعود لفنيات المباراة وأتحدث مع الدكتور طه إسماعيل والكابتن إبراهيم يوسف بعد ما جالنا تشكيلة كلا الفريقين. دكتور طه، استاذن حضرتك تقول تشكيل الاسماعيلي لانه صاحب الارض والجمهور، ثم تكلمنا عن الفرقتين يا كابتن. تشكيل الاسماعيلي عصام الحضري، وبعدين عنده على الاطراف احمد صديق واحمد سمير فرج، وبعدين الثلاثه مدافعي العمق عبد الحميد سامي والمعتصم سالم وايمن رمضان، وبعدين اثنين في نص الملعب عبد الله الشحات وعمرو السليه، اثنين تحت راس الحربه محمد حمص وعبد الله السعيد، وقدام احمد علي راس حربه. ده تقريبا يعني الشكل الايه. انا شايف انه ما فيش راس حربه غير احمد علي، ممكن عبد الله السعيد بيكمل، ممكن حمص بيكمل، لكن ده تشكيل بيلعبوا بطريقه 3 سميها بقى ايه 5-4-1 وهو بيدافع. دكتور، قبل ما حضرتك تخوض في الفنيات، هل لديك تعليق على هذا المظهر الحضاري الراقي؟ والله يعني هو طبعا مظهر جميل جدا، ارجو ان يحذو حذو هذا المنظر جماهير ولاعبين واداريين، الكل يحذو هذا المنظر. اذا كان دول المسؤولين عن الكوره في البلد سواء الناديين او اتحاد الكوره او السيد علاء مبارك بيدوا المثل في الروح الرياضيه بالشكل ده، انا اعتقد المفروض ده يبقى مثل لازم يحتذى من قبل اللاعبين بالدرجه الاولى، الاداريين والمدربين، ثم الجماهير، لانه انا بقول بالتدريج وبالترتيب، لانه تاثيرات اللاعبين والاداريين والمدربين على الجماهير بيبقى لها تاثير فاعل. فانا اعتقد يجب الناس كلها تحتذي هذا الحذو، وشيء جميل جدا ان كل الناس ماشيه في حب مصر بهذا الشكل. كلنا بنحب مصر، لكن بنحب بالكلام، عايزين نحب بالافعال. جميل. يعني نحب الرقي. جميل. اللي نضرب مثل بيه للناس ان احنا بنحب مصر، يعني معناها ناس ملتزمين منضبطين، ونبين ان احنا فعلا شعب راقي وشعب طيب معروف عننا دايما. الانجليزي يقولوا deeds not words، بالافعال مش بالكلام. بالظبط كده. اتفضل فنيات. لما نيجي بقى بالنسبه للفنيات، نجد النادي الاسماعيلي بيلعب 5 مدافعين، وفي نص الملعب فيه 4 وراس حربه، يعني ممكن يبقى 5-4-1 وهو بيدافع، هيبقى احمد علي بس، والباقي في نص الملعب 4 بيشتركوا، اللي هو حمص وعبد الله السعيد، عبد الله الشحات وعمرو السليه، وعنده 5 باكات موجودين. في حاله الهجوم ممكن يبقى 3-6-1، 3 اللي هم ال3 المدافعين الوسط، الاثنين اللي على الاطراف بيبقوا في نص الملعب بيشتغلوا، وبعدين في 2 تحت رؤوس الحربه بيكملوا، و2 الارتكاز بيكملوا، ويبقى الشكل بهذا المنظر. في الانطلاقات وتكميل من الاجناب، احمد صديق بيكمل، احمد سمير فرج بيكمل، بيعمل اوفرات كويسه الاثنين. احمد سمير فرج بيسدد كويس من الكرات الثابته، من الاوفرات بيعملها بشكل كويس، مسجل من البينالتي، يمكن كل البينالتيز اللي جت وهو موجود كان هو اللي بيسجل منها. وبعدين عبد الله السعيد من اللعيبه الممتازين جدا في نص الملعب، انطلاقاته تصويباته الرائعه سواء اثناء اللعب او في الكرات الثابته. حمص هيدير دفه الاداء كله، وهو ترمومتر الاداء، بيمسك وبينقل وبيسبب الاستحواذ الجيد، علاوه على امكانياته الطيبه سواء في امكانياته الجيده في التصويب او في الكرات الثابته او حتى في الكرات العاليه. في الكرات الثابته بيطلع ويسجل، وشفناه يسجل مع النادي الاسماعيلي وسجل مع المنتخب في مباراه ايطاليا. اعتقد النادي الاسماعيلي يمتاز بالاستحواذ الجيد وتوزيع كره في اجناب الملعب من جنب الى جنب، ثم الانطلاق في الهجوم، ما بتطلعش الكره منه، ما بتضيعش بسهوله، ولذلك الاستحواذ ده بيسبب خلق فرص بعد كده والتسجيل منها. هايل يا دكتور. ده بالنسبه للنادي الاسماعيلي. كابتن ابراهيم يوسف، تشكيله النادي الاهلي وملاحظات حضرتك على التشكيل. هو النادي الاهلي طبعا اولا كان الله في عونه، يعني طبعا بيعاني كثيرا جدا من الغيابات، ولكن النادي الاهلي النهارده بيلعب باحمد عادل عبد المنعم في خط الظهر، 4 في اليمين عبد الله فاروق، وفي الشمال سيد معوض، و2 محور ارتكاز دفاعي في خط الظهر شريف عبد الفضيل وائل جمعه. قدامهم بيلعبوا ب4 احمد فتحي، حسام عاشور، مصطفى شبيته، وعلى قدام شويه لاعب وسط مهاجم احمد شكري، و2 رأسي حربه عماد متعب ومحمد فاطمه. يعني حسام البدري الحقيقه